ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. عسى أن يهديني ربي رشدا، على الله توكلنا. ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك عليكم. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. رمضان والقرآن. فرمضان هو خير الشهور عند الله عز وجل، وخير ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وأنزل وهو أشرف كتاب، كلام ربنا سبحانه وتعالى، أنزل على أفضل نبي صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والرسل، صلوات ربي وسلامه عليه. وأنزل الكتاب على أفضل الشهور وعلى أفضل نبي صلى الله عليه وسلم. فارتباط رمضان بالقرآن ارتباطا وثيقا. كان صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل عليه السلام القرآن الكريم في رمضان ليلا، لقول الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وفي العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل مرتان، وكانت كلها في رمضان. ارتباط القرآن بهذا الشهر الكريم ارتباطا وثيقا. يقول الله عز وجل عن هذا الشهر الكريم وافتتاحه، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه مطلع هذه السورة أو مطلع هذه الآيات كلها عن الصيام وارتباط القرآن بالصيام، بل يسمى رمضان بشهر القرآن، كيف لا، وهو أفضل الشهور وأنزل فيه أفضل كلام منه سبحانه وتعالى. هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة القرآن ويتدارسه مع جبريل
عليه السلام. وهكذا كان هدي السلف الصالح والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا ينشغلون ويقبلون على قراءة القرآن تلاوة وتدبرا آناء الليل وأطراف النهار. والآثار عن ذلك كثيرة، فمنهم من كان يختمه في كل 3 ليالي، ومنهم من كان يختمه في كل ليلة، ومنهم من كان يختمه في 5، ومنهم من كان يختمه في أسبوع، ولا يزيدون عن ذلك ولا ينقصون عن ختم ذلك، عن ختم كلام الله عز وجل مقدار أمولة، بحيث يسارعون في الخيرات ويدعون ربهم رغبا ورهبا وكانوا له خاشعين. فالقرآن أيها المشاهدون هو كلامه سبحانه وتعالى، وأنزل على خير قلب واحتواه قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم تلاه على خير البشر بعد الأنبياء، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكانوا يكثرون من قراءته آناء الليل وأطراف النهار، لا يملون من قراءته وترداده كثيرا. بل كان بعض أهل العلم أمثال الإمام مالك صاحب المذهب رحمه الله عز وجل، كان ينهي دروسه ولا يعقد دروس الحديث، لكنه كان يكب ويكثر ويقبل إقبالا شديدا على كلامه سبحانه وتعالى، على كلام الله عز وجل. بل سئلت أخت الإمام مالك قالوا لها: ما كان هدي الإمام مالك؟ قالت: المصحف والتلاوة. وكان الإمام الشافعي صاحب المذهب كان يختم في 2 في كل ليلة في رمضان، أي 60 ختمة في رمضان. وكانوا الأئمة والسلف الصالح والأخبار متواترة كثيرة جدا في ختم هذا الكلام، وهو كلامه عز وجل. وكذلك كانوا يتدبرونه، والتدبر هو الوسيلة وثمرة الترتيل الذي أمرنا الله عز وجل. قال: كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والقرآن أنزل على أشرف نبي وأنزل على أشرف شهر. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي ليلة القدر. وليلة القدر أفضل الليالي في شهر رمضان. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. حري بنا أن نحزم أمتعتنا وأن نسارع في كثرة القرآن الكريم، كثرة قراءته، ولنجعل لنا وردا من تدبر كلامه عز وجل. فهذا هو كان هديه صلى الله عليه وسلم، وهدي الصحابة والتابعين والصالحين من بعدهم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجعلنا من أهل الله الذين هم أهله وخاصته. أعزائي المشاهدين، فاصل بإذنه سبحانه وتعالى، ثم نواصل ونذكركم بأننا نستقبل تلاواتكم على الأرقام الشاشة التي تظهر تباعا طيلة مدة البرنامج. وتذكروا بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاصل ثم نواصل. ورتل القرآن ترتيلا. يعاني اللاجئون الإريتريون في مخيمات شرق السودان وإثيوبيا واليمن وجيبوتي من التجاهل التام من المجتمع الدولي، لدرجة أن البعض لا يعلم بوجودهم وبحجم الوضع المأساوي اللا إنساني هناك من مجاعة وأمراض. ولذلك تعمل وتتواجد مؤسسة كبيري في قلب الحدث للمساهمة في مساعدة وتقديم يد العون من مواد غذائية وعلاجية لجميع اللاجئين، وبالأخص لأشدهم حاجة. وبمناسبة شهر رمضان المبارك فإننا نقوم بتقديم سلة رمضانية قيمتها 30 جنيه استرليني تكفي أسرة واحدة لمدة شهر كامل،
تحتوي على المواد الغذائية الأساسية، فنرجو من الجميع مد يد العون لإخواننا المنسيين عبر التبرع بالوسائل التالية: كبيرtrust.org، رقم التلفون 0121 285 4009. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. الظلام يعم مخيم اللاجئين، فكيف ستنار عتمتهم؟ وهنا كانت بداية كافي الآيد منذ 8 سنوات على أيدي مؤسسيها، حيث أن مؤسسة كافي الخيرية هي مؤسسة بريطانية تعمل لدى المملكة المتحدة وعلى مستوى دولي، لها حضور أساسي في شرق السودان لدعم اللاجئين الإريتريين في جميع أنحاء العالم. تقدم الكثير من الخدمات لدعم اللاجئين الإريتريين لجعلهم محترفين في المستقبل، من خلال تقديم دورات تدريبية ومهنية مثل ميكانيكا الديزل، صيانة الجوالات، الكهرباء، الحداد للشباب، أو المصنوعات الجلدية والصناعات الغذائية للفتيات. إنشاء كافي الأكاديمي لدعم وتعليم المزيد من اللاجئين في جميع أنحاء العالم. إنشاء مشاريع اقتصادية صغيرة ودفع اللاجئين لسوق العمل. تقديم مساعدات وخدمات طبية للاجئين، وتقديم العلاج الطبي لأمراض العين مثل إعتام عدسة العين. إذا أردت أنت أيضا أن تنير عتمتهم، ساعدنا في تغيير حياة الكثير من اللاجئين، وتواصل معنا من خلال موقعنا وتبرع الآن www.kafil.org.uk. ورتل القرآن ترتيلا. مرحبا بكم، وعدنا بكم من جديد. القرآن كلامه سبحانه وتعالى يحوي من العبر والأسرار الذي لو أفنى الواحد منا عمره كله لا يستطيع أن يحيط به ولا بجنباته، فالقرآن بحر لا ساحل له. كنا قد تكلمنا في الحلقات الماضية عن أحكام التجويد وأحكام النون الساكنة والتنوين، وقلنا أن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة أحكام. فالحكم الأول وهو حكم الإظهار، والإظهار هو البيان والوضوح، وأحرفه 6، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. إذا أتت هذه الحروف بعد النون الساكنة أو بعد التنوين نظهرها كما هي، نقرأ الكلمتين أو نقرأ الآية كما هي، نظهرها كما هي وننطقها كما هي. والحكم الآخر وهو حكم الإدغام، وقلنا أن الإدغام حروفه 6، وأنه ينقسم إلى نوعين: إدغام بغنة أي يغن بمقدار حركتين، وإدغام من غير غنة. والإدغام بغنة قلنا 4 أحرف مجموعة في كلمة ينمو: الياء والنون والميم والواو. وأما الإدغام بغير غنة وهو حرفان، حرف اللام وحرف الراء. وقلنا الحكم الثالث وهو حكم الإقلاب، حكم الإقلاب وهو قلب الشيء، وحرفه الوحيد وهو حرف الباء. إذا أتى حرف الباء بعد النون الساكنة وبعد التنوين يقلب ميما. وأما الحكم الأخير وهو حكم الإخفاء،
والإخفاء قلنا حروفه 15. مجموعة في قول الناظم صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما ضع ظالما. هذه هي أحكام النون الساكنة والتنوين. وشرعنا في بداية قراءة جزء عامة من سورة النبأ، وها نحن الآن سنشرع ونكمل ما بدأناه، فنقرأ بإذنه سبحانه وتعالى في سورة التين وثم نعلق عليها في بعض أحكام التجويد الواردة فيها، وإن كان لكم من مشاركات علقنا عليها طيلة مدة البرنامج. فلنبدأ بإذنه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. هذه السورة المباركة وهي سورة التين فيها بعض أحكام النون الساكنة. قوله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان نون ساكنة أتى بعدها حرف السين، وقلنا أن السين من حروف الإخفاء تخفى الإنسان. وقوله سبحانه وتعالى فلهم أجر غير ممنون. التنوين في قوله سبحانه وتعالى أجر على الراء تنوين أتى بعده حرف الغين، وقلنا أن الغين من حروف الإظهار تقرأ أجر غير ممنون. هذه كانت الأحكام المتعلقة بهذه السورة الشريفة. ولنقرأ السورة التي تليها وهي سورة العلق. وهي أول سورة أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أن رآه استغنى. ونكمل يعني قراءة بعض أحكام التجويد بعد هذه المشاركة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل أخي المبارك. اسمك الكريم؟ طيب. الاسم موسى كبيرة. موسى؟ أيوة. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله. تفضل بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا موسى، بارك الله فيك وأحسن الله إليك وجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ما شاء الله قراءة الأخ موسى قراءة جميلة وما شاء الله محققة ومجودة. ولعلنا يعني نأخذ بعض الملاحظات التي نريد أن نتنبه لها موسى، ولعل قد تكون هذه الملاحظات في دروس أحكام الميم الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة، لكن أخينا موسى ما شاء الله مجود لأحكام النون الساكنة والتنوين ما شاء الله تطبيقا ممتازا. من الملاحظات قوله سبحانه وتعالى هم فيه يختلف، الذي هم فيه يختلفون، هذه ميم ساكنة على قوله على كلمة هم، أتى بعدها حرف الفاء، والفاء من حروف الإظهار، هذه في أحكام الميم الساكنة نظهرها كما هي هم فيه، ولا نقول هم فيه، لا نقول هم فيه الذي هم فيه يختلفون. وقوله سبحانه وتعالى فوقكم سبعا شدادا، فوقكم سبعا شدادا، تنوين أتى بعده حرف الشين، والشين من حروف الإخفاء نخفيها، سبعا شدادا. وقوله سبحانه وتعالى جنات ألفافا، ألفافا، تنوين أتى بعده حرف الهمزة، وقلنا الهمزة من حروف الإظهار، نقرأها جنات ألفافا. وقوله سبحانه وتعالى كذلك كل شيء أحصيناه كتابا، شيء أحصيناه، تنوين أتى بعده حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. وأخيرا قوله سبحانه وتعالى فمن شاء اتخذ، فمن شاء اتخذ، نون ساكنة أتى بعدها حرف الشين، والشين من حروف الإخفاء. فبارك الله فيك أخونا موسى ونفع الله بك. كنا قد قرأنا في سورة العلق، وقد توقفنا في قوله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى. نقرأ هذه السورة الشريفة والكريمة ثم نعلق على بعض أحكام التجويد فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن الإنسان ليطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه، فليدع ناديه سندع الزبانية،
سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه السورة سورة العلق، وهي أول سورة أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض الأحكام النون الساكنة والتنوين، قوله سبحانه وتعالى خلق الإنسان إنسان، نون ساكنة أتى بعدها حرف السين، والسين من حروف الإخفاء. وقوله عز وجل علم الإنسان، كذلك نون ساكنة أتى بعدها حرف السين، والسين من حروف الإخفاء. كذلك كلا إن الإنسان، وقلنا أن السين النون ساكنة أتى بعد حرف السين، والسين من حروف الإخفاء. وقوله عز وجل الرآه نون ساكنة أتى بعد حرف الراء، والراء من حروف الإدغام بغير غنة. معنا مشاركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ ريان محمد عبد الله. مرحبا مرحبا ريان، أخ ريان، تفضل بسم الله. ألو، اقرأ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خليفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا قواما بالفتحة من غير ما تشدد على أيوة قواما. أحسنت، أكمل. أتممت؟ أتممت نعم. تمام، بارك الله فيك أخ ريان، بارك الله فيك. من أخيك المشارك اسمه الكريم؟ عبد الله. من معي؟ اسمه عبد الله. عبد الله، تفضل عبد الله. طيب بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أتممت؟ أحسنت، بارك الله فيك أخ عبد الله، بارك الله فيك، بارك الله فيكما
وجعلكما من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نأخذ القراءة الأولى في سورة الفرقان، قوله سبحانه وتعالى: ربنا اصرف قرأ أخونا ريان: ربنا أصرف. الهمزة هنا همزة وصل وليست همزة قطع. نقول: ربنا اصرف عنا. وقوله سبحانه وتعالى: أنفقوا وليست أنفقوا، نقرأها كأنها مظهرة لكنها نون ساكنة أتى بعد حرف الفاء، والفاء من حروف الإخفاء، وهي قراءة مباركة من أخونا ريان. القراءة الثانية لأخينا عبد الله من سورة المؤمنين أو المؤمنون، قوله سبحانه وتعالى: فإنهم غير ملومين. النون مشددة بمقدار حركتين في قوله فإنهم، في قوله فإنهم تشد فإنهم ولا تمر مرورا سريعا. والقراءتين قراءة جميلة ومباركة، ونفع الله بهما وجعلهما من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. قلنا قبل أن نأخذ المشاركة كنا قد أتممنا من سورة العلق، ونأخذ بعض أحكام التجويد، وشرعنا في بعض أحكام التجويد. وقلنا قوله سبحانه وتعالى: الإنسان هكذا تقرأ كلمة الإنسان في أي آية في كتاب الله عز وجل، لأنها نون ساكنة في قول الإنسان أتى بعدها حرف السين، والسين من حروف الإخفاء، من حروف الإخفاء. قوله عز وجل: عبدا إذا صلى، تنوين أتى بعده حرف الهمزة، والهمزة قلنا من حروف الإظهار. وقوله عز وجل: أرأيت إن كان نون ساكنة في قوله إن، بعدها حرف الكاف، والكاف قلنا سابقا من حروف الإخفاء. ونستقبل هذه المشاركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. من معي اسمكم الكريم؟ سعيد عبد القادر. ونعم وأكرم. اتفضل يا أخي سعيد، اقرأ مباركا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإن يقولون منكرا من القول وزورا. سعيد سامعني. إن أمهاتهم، لا إن أمهاتهم، إن أمهاتهم أي نعم بالضم إلا اللائي ولدنهم. نعم. وإن يقولون منكرا من القول وزورا. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ما شاء الله، أحسنت. وإن الله لعفو غفور. أحسنت. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رغبة من قبل أن يتماسا. فتحرير رغبة من قبل أن يتماسا. ذلك أن يتماسا. أحسنت. ذلك توعظون به. ذلك
ذلكم توعظون به. ما شاء الله، كويس، ممتاز. والله بما تعملون خبير. ما شاء الله. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. من قبل فمن لم سعيد، شهرين متتابعين. نعم. من قبل شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. أي ممتاز. من قبل. أحسنت. أن يتماسا. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ذلك لتؤمنون بالله ورسوله. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. أحسنت. وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. أحسنت. صدق الله العظيم. بارك الله فيك، أحسنت يا سعيد. الله يكتب أجرك ويرفع قدرك ويجعلك من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران، والذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، جعلنا الله وإياكم منهم. قلنا سابقا، والتلاوة جميلة من الأخ سعيد عبد القادر وبارك الله فيه. قلنا سابقا عن بعض أحكام التجويد الموجودة في سورة العلق. قوله سبحانه وتعالى: عبدا إذا صلى، قلنا أنها تنوين أتى بعده حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار، نقرأها عبدا إذا صلى. وقوله عز وجل: أرأيت إن كان على الهدى. إن كان، نون ساكنة في قوله إن، أتى بعد حرف الكاف، والكاف من حروف الإخفاء. وقوله عز وجل: أرأيت إن كذب. أرأيت إن كذب، نون ساكنة أتى بعدها حرف الكاف، والكاف من حروف الإخفاء. وقوله عز وجل: كلا لئن لم، نون ساكنة أتى بعدها حرف اللام، واللام من حروف الإدغام بغير غنة. وقوله لا ينتهي، نون ساكنة أتى بعدها حرف التاء، والتاء من حروف الإخفاء. وقوله عز وجل: لنسفعا بالناصية. الآن لو فتحتوا المصاحف وجدتم ميم ساكنة، ميم فوق العين في قوله لنسفعا، وهي تنوين أتى بعده حرف الباء، والباء من حروف الإقلاب. وقوله عز وجل: ناصية كاذبة، تنوين أتى بعده حرف الكاف، والكاف من حروف الإخفاء. وقوله عز وجل: كاذبة خاطئة، تنوين أتى بعده حرف الخاء، والخاء من حروف الإظهار. وقوله أخيرا عز وجل: خاطئة في حالة الوصف، خاطئة فليدع، تنوين أتى بعده حرف الفاء، والفاء من حروف الإخفاء. هذه الأحكام المتعلقة بهذه السورة الشريفة الكريمة، وهي سورة العلق. ولنشرع في سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر.
ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة القدر، السورة الشريفة التي تتكلم عن ليلة القدر، والتي أنزل فيها أشرف كتاب على أشرف النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أحكام التجويد المتعلقة في هذه السورة الشريفة قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه النون ساكنة أتى بعد حرف الزاء، والزاي من حروف الإخفاء. وقوله عز وجل: خير من 1000 شهر خير من 1000 شهر، تنوين أتى بعده حرف الميم، والميم من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. نقرأه: خير من 1000 شهر خير من 1000 شهر. وقوله عز وجل آخرا: بإذن ربهم من كل أمر من كل أمر، نون ساكنة أتى بعدها حرف الكاف، والكاف من حروف الإخفاء. هذه كانت بعض أحكام التجويد المتعلقة بهذه السورة الشريفة الكريمة. ونشرع في سورة البينة. نقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. نأخذ هذا الاتصال ونأخذ هذه المشاركة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مرحبا بك. الاسم الكريم؟ عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. الاسم الكريم؟ معي ولا مع أحد ثاني؟ معكم. اسمكم الكريم؟ الاسم الكريم؟
معك حامد حسن. مرحبا مرحبا بالأستاذ حامد. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الله. الله يسمع تحاوركم إن الله سميع بصير. الصوت قاعد يتكرر. لا أسمعك استمر يا عم حامد. سامعني؟ أسمعك مسمعكم. استمر بالقراءة. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. بارك الله فيك عم حامد. حسبك. بارك عم حامد بارك الله فيك. حسبك. قراءة جميلة جدا جدا وفيها من التجويد. الله يكرمك. بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك وجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله خاصته، فبارك الله فيك. شكرا لك يا محمد. هذه قراءة كانت من المشارك الأخير لهذه الحلقة المباركة من أخينا العم حامد. قراءة جميلة ومحققة فبارك الله فيه وبارك في القراءات والتلاوات التي تليت. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله خاصته، ونهيب بكم بكثرة تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وتذكروا قوله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. جعلنا الله وإياكم من أهله الذين هم أهله خاصته. إلى لقاء آخر، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.